طيب المفروض إن حضرتك ده آخر حاجة بالنسبة لك في المراجعة بتاعة الرياضة. أنت نزل لحضرتك 3 فيديوهات هندسة. نزل لحضرتك 3 فيديوهات هندسة. خلاص. ال3 فيديوهات دول كافلين إن أنا ما ببصش على أسئلة الامتحانات ما عدا الامتحان ده. الامتحان ده مهم إن أنت تشوفه. خلاص. ليه؟ عشان ده نموذج استرشادي من الوزارة فأكيد مهم. تمام. بس بالله عليك الأسئلة اللي في فيديوهات المراجعة أهم من أي حاجة في حياتك. خلاص. اتعب الله يبارك لك وذاكرهم كويس. أنا عارف هم مدتهم طويلة بس عشان أنا مش سايب سؤال. تعال نشوف مع بعض. بيقول لي مثلث متساوي الساقين. مستر احنا اتعودنا أول ما نشوف كلمة متساوي الساقين بنكرر الرقم الكبير يبقى الإجابة 9. تمام. طب لو كان قال لي مثلث بس يعني اكتفى بكلمة مثلث. خلاص. والضلع التالت بقى ينتمي ليه. والضلع التالت ينتمي ليه. طيب في الحالة دي قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل فترة مفتوحة. خلاص. ونجيب هنا الفرق ما بينهم يعني اروح اقول له 9 ناقص 4 5. وهنا المجموع 9 و4 13. خلاص. يبقى تاني لو مثلث متساوي الساقين بنكرر الرقم الكبير. طب اكتفى بكلمة مثلث بس وسألني على الضلع التالت يبقى فترة مفتوحة الفرق والمجموع. خلاص. طيب عدد محاور تماثل المستطيل 2. خلاص. طيب عدد محاور تماثل الدايرة عدد لا نهائي. طب نص دايرة 1 بس. طب عدد محاور تماثل مثلث متساوي الساقين 1. مثلث متساوي الأضلاع 3. خلاص. عدد محاور تماثل المربع 4. خلاص. ماشي. مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة 360. طب مجموع قياسات زاويتين متكاملتان مجموعهم يبقى كام؟ 180. طب متتامتان مجموعهم كام؟ 90. طب زاويتين متتامتين ومتساويتان يبقى قياس كل منهما كام؟ 45. زاويتين متكاملتين ومتساويتين يبقى قياس كل منهما كام؟ 90. مهم أوي الحاجات دي الله يبارك لك. طيب بيقول لي الجتا بتساوي الجاء. قلنا امتى الاقي كلمة جتا حمار بيساوي جاء حمارة. قال لي يبقى لازم الحمار والحمارة دول يكون مجموعهم كام؟ 90. خلاص. يبقى لما تلاقي جتا بتساوي جا يبقى الزاويتين مجموعهم 90. قال لي يعني اقدر اقول له ان السيتا زائد ال60 المفروض تطلع بكام؟ ب90. دي السيتا اللي هي الزاوية الأولانية وادي ال60 اللي هي الزاوية التانية. طيب يبقى السيتا بكام؟ الله يبارك لك يا ابني والله ب30. طيب ميل المستقيم الموازي لمحور السينات. قال لي ميل المستقيم الموازي لمحور السينات بيساوي 0. طب الموازي لمحور الصادات. الموازي لمحور صاد. قال لي بيبقى غير معرف. خلاص. وفي معلومة تانية مهمة قوي تعالى هكتبها لك اقول لوحدها. يبقى هنا يوازي محور س يبقى الميل بيساوي 0. خلاص. قال لي والصاد رقم ثابت. خلاص. والمعادلة بتاعته صاد بتساوي. طيب يوازي محور صاد. قال لي يبقى الميل غير معرف والسين بتاعته رقم ثابت. الله يبارك لك يا اخي. والمعادلة بتاعته س بتساوي. دي المعادلة. دي المعادلة. خلاص. مهم قوي تبقى حافظ الكلام ده. تمام. برشمه بقى اكتبه على ظهر ايدك. ما تبقاش داخل الامتحان مش حافظ دول. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي المستقيم اللي معادلته بالشكل ده يصنع مع الاتجاه الموجب. يا مستر حضرتك معودني اول ما اسمع كلمة مستقيم يبقى اكيد بيتكلم على الميل. تعال نجيب الميل. قال لي الميل بيساوي معامل س على معامل ص يبقى 1/1 اللي هو بكام؟ ب1. ليه ما غير ليه ما غيرتش الإشارة؟ عشان في ما بين الصاد والسين علامة إيه؟ يساوي أهي. يا رب تكون بتشوف يا أخي. ماشي. قال لي طيب هو عايز الزاوية
ايه ده؟ هو ميل وعايز زاوية، يبقى ظاهر ظاهر. بس هي فين اله؟ هو بيسألك على اله دي. خلاص، يبقى ظاهر بتساوي واحد. يبقى اله بكام؟ قال لي هروح اكتبها على الآلة. ازاي نلغي كلمة ظا؟ قلنا بندوس شيفت تان. طب ازاي الغي كلمة جا؟ شيفت ساين. طب ازاي الغي كلمة جتا؟ شيفت كوزاين. خلاص، يبقى عايزين نشيل الكلمة دي، بروح اكتبها على الآلة شيفت تان واحد بتساوي 45. قال لي يبقى اهي هتساوي 45 درجة. مهم قوي السؤال ده. اللهم بلغت. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي 2 جتا تربيع 30 ناقص 1 بتساوي جا ستي جا سيتا. عايز سيتا. قال لي اول حاجة اروح اجيب لك السيتا وبعد كده اقعد اهبد معاك براحتي. طب ازاي هجيب السيتا؟ قال لي هنكتب الكلام ده زي ما هو على الآلة اهو. 2 جتا 30 اقفل القوس بص 2 ناقص 1 خلاص بتساوي جا اللي هي اسمها الساين سيتا. خلاص، وبعدين اروح اقول له شيفت كالك. انا بسألك على زاوية يا باشا. خلاص، لما اسألك على زاوية تروح تكتب رقم زاوية. يعني تكتب 30 40 50 60 اي حاجة. انا هكتب لك رقم مستفز اهو 50 بتساوي اهو. هتلاقي هو جاب لك الإجابة الصح. يبقى الثيتا بكام؟ قال لي ب 30 درجة. طيب كده احنا خلصنا بس مش كاتبين أي خطوات. تعالى نكتب بقى أي خطوات. قال لي 2. قلت لي الجتا يبقى افتح قوس، بس دي جتا أس 2 يبقى أحط على قوس أس 2 ناقص 1 بتساوي جا سيتا. طب الجتا جتا 30 بكام؟ قال لي بجذر 3 على 2. واحد شاطر يروح يحسب الكلام ده طلع بنص. يبقى جا سيتا بتساوي نص. يبقى السيتا بكام؟ 30. ممتازين، الله يبارك لكم، والله العظيم انتوا عيال شطار. اوجد معادلة المستقيم المار بمنتصف أ ب. تاني عايز معادلة مستقيم مار. قال لي مار يعني نقطة. طيب مين النقطة بتاعتك؟ قال لي هي منتصف أ ب. طب ازاي اجيب منتصف أ ب؟ يا لهوي، قسما بالله العيال اللي بتفتكر الموضوع بتاع المنتصف ده بص تحس الوقت كده بيخطف قلبك. يلا، قال لي هنقسم على الاتنين ونقسم على الاتنين. السين زائد السين. السين يحول حاضر. يبقى 2 زائد 6 والصاد زائد الصاد. خلاص، قال لي يبقى النقطة بتاعتي 4 و2. دي النقطة اللي هي نقطة المنتصف. خلاص، يبقى تاني ازاي بنجيب نقطة المنتصف؟ بناخد السين زائد السين. محدش متخلف ياخد السين والصاد. ها، السين زائد السين على الاتنين والصاد زائد الصاد على الاتنين. خلاص، طيب جبت نقطة المنتصف. قال لي ويوازي يبقى هجيب منها الميل. طب الميل بكام؟ قال لي معامل س على معامل ص. هنغير الإشارة؟ لأ. ليه؟ عشان في ما بين الصاد والسين علامة يساوي. يبقى الميل ب3. طيب تعرف تكتب بقى المعادلة؟ يا سلام يا مستر، حضرتك محفظني شكل جميل أوي للمعادلة. صاد ناقص الصاد اللي هي ب2 خلاص بيساوي الميل اللي هو ب3 في س ناقص السين اللي هي بكام؟ اللي هي ب4. وحضرتك قلت الراجل ما بيحبش الشكل ده، فهنعمل ايه عشان نرضي الراجل؟ قال لي هنشيل -2 من هنا ونكتبها في الاخر. قال لي يبقى صاد بتساوي ال3 تتضرب في السين تبقى 3 س. ال3 نضربها في -4 يبقى ب-12 زائد 2. يا لهو على الجمال بتاعك. يبقى 3 س. قال لي -12 وموجب 2 ده -10. خلصت. طيب عشان الناس اللي بتتلخبط، معادلة الخط المستقيم اللي ليها شكلين كده احنا بنبقى حافظينهم، الله يبارك لك احفظهم. صاد بتساوي م س زائد ج. ده الشكل اللي انت متعود عليه. بس ده بيبقى سهل امتى؟ ما هو كل شكل سهل في حالات بتاعته. ده سهل لو انا مدي لك الميل وقايل لك كده الجزء المقطوع من محور صاد. يعني اديت لك كمان مين؟ الجيم. طب لا ما كتبتش الكلام ده ولا اديت لك مثلا نقطة وقلت لك النقطة صفر وجيم. خلاص،
يبقى في الحالة دي اشتغل بالشكل التاني، والشكل التاني الأكثر استخداما. طب الشكل التاني بيقول إيه؟ قال لي صاد ناقص صاد واحد. مين صاد واحد دي؟ هقول لك دلوقتي. بيساوي ميم في س ناقص س واحد. مين س واحد دي؟ هقول لك حالا. اصبر بس ثانية. قال لي بص يا مستر، أنا هنا الشكل ده محتاج نقطة، والنقطة دي بتتكون من س واحد وصاد واحد. عرفنا مين صاد واحد؟ اه. عرفنا مين س واحد؟ أيوه. ومحتاج الميل اللي هو الميم. خلاص؟ يا رب تكون فهمت حاجة. هنا الراجل ادالك نقطة اهي، كتبناها اهو. رحت قلت له صاد ناقص الصاد بتساوي الميل في س ناقص السين. خلاص، الجزء اللي بالاحمر ده. ولو انت متخلف اقف عند الخطوة دي وكتر الف خيرك، مش لازم تكمل. بس ان شاء الله ما يكونش فيكم حد متخلف. يلا السؤال اللي بعده. بدون استخدام الآلة الحاسبة، يبقى هروح استخدم الآلة الحاسبة. ايه ده؟ اه والله العظيم، لما اقول لك بدون استخدام الآلة الحاسبة تروح تستخدم الآلة الحاسبة. طب استخدم الآلة الحاسبة ازاي؟ عشان انتوا بتبقوا متخلفين قوي في الحتة دي. قال لي جاتا 30 هروح افتح لها قوس كده، زائد جاتا 60 اروح افتح لها قوس كده، ناقص ذا 45 اروح افتح لها قوس. خلاص؟ ماشي. طب لو كان جاء اس 2 كنت هفتح قوس واحط عليه اس 2. طيب هستخدم الآلة الحاسبة ازاي؟ قال لي بنكتب بس كلمة يا جا يا جتا يا ظا، ما بكتبش ولا أس 2 ولا زائد 1 ولا في 2 ولا أي حاجة. أنت كل اللي تستخدمه في الآلة الحاسبة تروح تقول له جا اسمها ساين، ساين 30 بتساوي، وتغشها من هنا. خلاص؟ جتا 60 تغشها من هنا، ناقص ظا 45، يعني تعملها على الآلة وتكتبها. خلاص؟ حسبنا الكلام ده كله طلع بكام؟ بصفر. هو عايز جتا 90. جتا 90 دي مش علينا الصراحة يعني. خلاص، بس هنروح نعملها وخلاص. هروح اقول له الجاتا اسمها ايه؟ كوزاين 90. اقفل القوس بتساوي صفر. يبقى الحج ايمن بيساوي الحج ايه؟ ايسر. يعني الايمن بيساوي الايسر. الله يبارك لك يا ابني، والله العظيم. بصوا افتحوا نفسي. اذا كان المستقيم مستقيم يبقى الميل يوازي محور الصادات. قال لي ايه ده؟ تاني معلش يا مستر. مستقيم يوازي محور الصادات، انا سمعت الكلمة دي. مستقيم يوازي محور الصادات. ايه مستقيم يوازي محور الصادات؟ المستر لسه متكلم عنها. مستقيم يوازي محور الصادات. قال لي يعني السين ثابت. السين ثابت. الله يبارك لك، افتكر الكلام ده. والميل غير معرف. طيب يعني ايه السين ثابت؟ قال لي شايف السين بتاعت الالف اللي هي نون ناقص 7. قال لي هتساوي السين بتاعت الب اللي هي سالب 4. خلاص ماشي. قال لي يبقى النون هتساوي سالب 4 زائد 7. يعني النون تطلع بكام؟ ب3. افتكر يا حبيب قلبي، كلمة مستقيم يوازي محور صاد يعني السين ثابت. يعني الرقم بتاع السين هنا هو الرقم بتاع السين هنا، الرقم بتاع الصاد هنا هو الرقم بتاع الصاد هنا. خلاص ماشي. يلا السؤال اللي بعده. يختي. اثبت ان المستقيم. قال لي ما دام قلنا مستقيم يبقى الميل. طيب تعالى نجيب الميل. الميل بيساوي ايه؟ فرق الصادات على فرق السينات. قال لي يبقى 3 جذر 3 على 4 ناقص. انا بكتب الصاد واكتب السين تحتها على طول عشان ما اتلخبطش. ناقص الصاد وتحتها السين على طول عشان ما اتلخبطش. خلاص تعالى نحسب الكلام ده على الآلة الحاسبة. يلا. هو انا عارف الإجابة بس. ماشي يلا. 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 على 4 ناقص 5 بتساوي كام؟ قال لي بتساوي سالب جذر 3. يبقى الميل بكام؟ بسالب جذر 3. ماشي. عمودي على المستقيم، مستقيم تاني اهو يا مستر، يبقى الميل تاني بيساوي اداني زاوية يبقى ظا 30 عشان الزاوية مع اتجاه الموجب لمحور السينات. ماشي. ظا 30 بكام؟ قال لي بجذر 3 على 3. طيب عايز اثبت ان هو عمودي. قال لي هناخد الميل الاول اللي هو ميم واحد في اهو، ده اسمه ميم واحد وده اسمه ميم اتنين. ميم واحد في ميم اتنين ونشوف. يلا سالب جذر 3 في جذر 3 على 3.
هتروح تضربه مع الآلة طلع بسالب واحد. ميم واحد في ميم اتنين بسالب واحد. قال لي يبقى لام واحد عمودي على لام اتنين. يعني ايه لام واحد عمودي على لام اتنين؟ قال لي يعني المستقيمان متعامدان. الموضوع سهل أوي والله العظيم. بص، امتحان الهندسة خد منك أكتر من نص ساعة يبقى أنت بتهزر. يلا. ألف ب ج ده المربع. ايه ده؟ تاني معلش، أنا هرسمه بس عشان هو الراجل هنا شرير. أهو يلا يا باشا. تعال نشوف الراجل الواطي ده عمل فينا ايه. لا طبعا هو مش واطي، احنا بنتكلم كده يعني. ألف ب ج د. والله أنا شكلي هتسجن في الفيديوهات دي. ألف ب ج د مربع. خلاص ماشي. اداني نقطة ألف بتلاتة وخمسة. خلاص اداني نقطة ج بسالب اتنين وأربعة. عايز مساحة المربع. اسم الله. اجيبه ازاي مساحة المربع؟ انت مش مديني اي حاجة. طب هعمل ايه؟ امم حد يفكر. مش عارف يا مستر. قال لي يا عم انت الحاجة الوحيدة اللي تعرف تعملها ان انت تروح حضرتك تجيب لي ايه؟ طول الف ج. يبقى الف ج بيساوي جذر التربيع قوس أس اتنين زائد قوس أس اتنين. خلاص. ناخد فرق السينات يبقى تلاتة ناقص سالب اتنين. استنى بس عشان في خطوة. ناقص حطهم بألوان مختلفة ها؟ ماشي. تلاتة ناقص سالب اتنين. وهنا خمسة ناقص أربعة. خلاص وأروح أحسبها على الآلة. طيب رحت حسبتها على الآلة طلعت ستة وعشرين. خلاص وحدة طول. ماشي يا مستر. وبعدين أنا رحت جبت لك الألف جيم أهو. أعمل إيه؟ أنت عايز مساحة المربع. هروح أفكر كده. مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، او طول الضلع اس اتنين. بس ده مش طلع. امال ده ايه؟ قال لي ده قطر. ايوه طب القطر كان القانون بتاعه ايه؟ الله يبارك لك. نص في القطر اس اتنين. خلاص تمام يعني. قال لي يعني هتبقى نص في المفروض الالف جيم في الب د. خلاص قال لي خلاص ما هو الالف جيم بيساوي الب د على فكره. في المربع الالف جيم بيساوي الب د. القطرين متساويان وينصف كل منهما الآخر. تمام. ماشي. يبقى نص فيه القطر اللي هو جذر 26 بص 2. تحسب الهبل ده على الآلة هيطلع بكام؟ ب 13 وحدة مربعة. خلاص عشان دي مساحة. يلا السؤال اللي بعده. هو ده آخر سؤال ولا أنا كروت حاجة؟ يا حاج. يا لهوي. يا أخي مش وقته مش وقته. تحس والله العظيم في مؤامرة كونية. يلا. السؤال ده مهم جدا. لو سمحت ركز فيه. طيب في الشكل المقابل أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ج. ماشي. أ ب ب10. الألف ب ده ب10. ماشي. وقياس زاوية أ ب50. قياس زاوية أ ب50. الألف دي ب50. ماشي. احسب طول ب ج. عايز طول الب ج. أعمل إيه؟ قال لي أنا عندي زاوية صح؟ اه. قال لي قلنا الضلع اللي خارج من الزاوية رايح للقايمة. الضلع ده اسمه إيه؟ مجاور. يبقى اللي قصاده مقابل. خلاص ده اسمه ايه؟ وتر. ماشي. قال لي انا عندي زاوية. زاوية ألف. وعندي المقابل والوتر. عندك مقابل وعندك وتر. ايه القانون اللي بيجمع المقابل والوتر؟ الجا. يبقى اروح اقول له جا ألف بيساوي مقابل على وتر. يلا نعوض يا حبيب قلبي بالارقام. اللي يبقى جا 50 بيساوي المقابل ب ج مش موجود عندي. الوتر ب10. تعرف تجيب الب ج؟ ممتاز. اللي 10 في جا 50. تروح تفتح الآلة الحاسبة بتاعتك. 10 في جا 50 طلعت بكام؟ 766. يبقى 766 سنتيمتر. واحد شاطر يقول لي هو عايزها مقربة يعني 8 سنتي. خلاص وضحت؟ يا رب تكونوا شطار.
اوجد الميل. حاضر، الميل بيساوي. ازاي بنجيب الميل؟ قال لي سالب معامل س على معامل ص. يا خرابي. ماشي. هنا عايز طول الجزء المقطوع. ازاي اجيب طول الجزء المقطوع من محور ص؟ قال لي س بصفر. طول الجزء المقطوع من محور ص س بصفر. يعني ايه س بصفر؟ اشطب على السين خالص، مش عايز اشوفها. يلا، يبقى هنا 5 ص ناقص 10 بيساوي صفر. قال لي يبقى الصاد بتساوي 10 على 5 بكام؟ ب2. قال لي يبقى طول الجزء المقطوع بيساوي 2 وحدة طول. اوعى تنسى يا باشمهندس ان الطول لازم يطلع رقم ايه؟ موجب. يعني لو الصاد طلعت بسالب 2 كنت هقول له طول الجزء المقطوع كام؟ 2 برضه. خلاص، عشان الطول لازم رقم موجب. ماشي. خلصوا خلاص. الحمد لله. كده امتحان حضرتك ايه؟ خلص. تمام. بالله عليك ذاكر كويس. كان معاك مستر برام. لو عندك أسئلة ممكن تبعتها لي على الواتس، وإن شاء الله بالليل أقدر أجمع كل الأسئلة وأنزلها لكم في فيديو. خلاص، ربنا معاكم وذاكروا كويس.